ازاي ممكن تعديلات قانون الاجراءات الجنائيه تكون سلاح ذو حدين؟ النهارده هنتكلم عن التعديلات المقترحه على قانون الاجراءات الجنائيه واللي بتمس حياتنا اليوميه. التعديلات دي جايه في وقت بنحتاج فيه لضبط الاجراءات بعد التعديلات الدستوريه اللي تمت في السنين الاخيره، وعشان تكون عندنا منظومه قانونيه حديثه بتواكب التحديات الجديده. هنشوف سوا التحديات اللي ممكن تواجهنا، لكن كمان هنوضح المميزات اللي التعديلات دي بتقدمها. تعالوا نعرف ايه هي التحديات. التحدي الاول: حرمه بيتك تحت الاختبار واستثناء خطير بيهدد الحمايه. الماده 46 من التعديل المقترح منازل ليها حرمه، محدش يدخلها او يفتشها او يراقبها الا بامر قضائي مسبب بيحدد المكان والتوقيت والغرض، ولازم اللي في البيت يتبلغوا بالامر ده. طب فين القلق؟ الماده دي بتحاول تحميك، بتقول لك ان محدش يقدر يدخل بيتك الا لو معاه امر قضائي واضح. لكن المشكله مش هنا، المشكله الحقيقيه بتظهر لما نرجع للماده اللي بعدها. الماده 47 من التعديل المقترح: استثناء من حكم الماده 46، ممكن لرجال السلطه العامه دخول بيوت في حاله الخطر والاستغاثه. وهنا بقى المشكله، الماده 47 بتقول ان في حالات معينه رجال السلطه ممكن يدخلوا بيتك حتى من غير امر قضائي. طب ايه هي الحالات دي؟ الخطر والاستغاثه كلمات واسعه ممكن تفسر بطرق كتير. يعني بيتك اللي المفروض يكون مكان امن ممكن يبقى عرضه للدخول من غير اي ضمانات حقيقيه لحمايتك. التحدي الثاني: المحامي بين المطرقه والسندان. الماده 72 من التعديل المقترح: يجوز للخصوم ووكلائهم تقديم دفاعهم للنيابه، لكن الكلام ده في التحقيق لازم يكون باذن النيابه. المشكله هنا ايه بقى؟ هنا النيابه بتتحكم بشكل كبير في دور المحامي اثناء التحقيق. لو النيابه منعت المحامي من الكلام ده ممكن يقلل من فرص الدفاع عن المتهمين ويعرضهم لخطر عدم الحصول على محاكمه عادله. التحدي الثالث: الضغط على المحامين في قاعات المحاكم. الماده 242 من التعديل المقترح: لو المحامي عمل حاجه تعتبر تشويش في الجلسه، المحكمه ممكن تحيله للتحقيق الجنائي او التاديبي. التعديل ده ممكن يخلق حاله من القلق عند المحامين، يخافوا يعملوا دورهم المطلوب منهم في الدفاع عن موكليهم، لان اي حركه ممكن تعتبر تشويش وتعرضهم للعقاب. التحدي الرابع: شفافيه التحقيق على المحاكم. ماده 69 من التعديل المقترح: يجوز للنيابه اجراء التحقيقات في غياب الخصوم لو شافت انه ضروري. التعديل ده بيدي للنيابه سلطه كبيره انها تمنع الخصوم ومحاميهم من حضور التحقيقات. ده ممكن يقلل من الشفافيه ويعرض العداله للخطر. لكن خلينا نقول برضو ان في مميزات من التعديل المقترح، زي مثلا تقليص فتره الحبس الاحتياطي. التعديلات المقترحه بتقلل من فتره الحبس الاحتياطي، وده شيء ايجابي لانه بيضمن ان مفيش حد يتعرض للحبس لمده طويله من غير محاكمه. ده بيحمي حقوق المواطنين من التعرض للظلم. ده غير ان التعديلات دي بتتواكب مع التعديلات الدستوريه اللي تمت في السنين الاخيره، وده بيؤكد اهميه وجود قانون يتماشى مع التغيرات اللي بتحصل في البلد. لازم يكون عندنا قانون بينظم الاجراءات بطريقه تضمن العداله والحقوق لكل المواطنين. في حل؟ طبعا لازم نحدد بدقه حالات الخطر اللي بتسمح بدخول البيوت بدون اذن، ونضمن ان الماده 46 بتبقى حاجز حقيقي يحميك من اي تدخل غير مبرر. تاني حاجه، لازم النيابه تسمح للمحامين انهم يدافعوا عن موكليهم بدون قيود، وتسجيل اي اعتراضات وطلبات بشكل فوري في المحضر. تالت حاجه، لازم التعديلات تحدد بوضوح ايه اللي يعتبر تشويش في الجلسات، ونضمن اننا كمحامين نقدر نقوم بدورنا بدون خوف من العقاب. واخيرا، لازم النيابه تبرر بشكل واضح اسباب منع الخصوم من الحضور التحقيقات، ويكون في حق طعن على القرارات دي فورا. التعديلات دي جايه في وقت مهم، وهدفها الاساسي هو حمايه حقوقنا وتحقيق العداله. دي كانت لمحه سريعه عن التعديلات في قانون الاجراءات الجنائيه، ولسه هنتعمق اكتر ونجاوب على اي استفسار، عشان اللي معاه روشته قانونيه عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشته ايهاب عبد الله، نشوفكم الحلقه الجايه. سلام.